ماذا يحدث في نادي الزمالك في ظل قرار القضاء الإداري بحل مجلس الإدارة؟ وإن شاء الله بكرة وزارة الشباب والرياضة هتعلن عن عزل المستشار مرتضى منصور بصفته رئيس النادي أو رئيس مجلس الإدارة. وهينفذوا قرار زوال عضويته. طيب، الموضوع ده مهم جدا. اللي هيحصل كالآتي أعضاء الجمعية أعضاء مجلس الإدارة متفقين إن هما موضوع الانتخابات ده هيحاولوا يمطلوا فيه بشكل أي شكل من الأشكال لحد ما المستشار مرتضى منصور يطعن على عضويته أو يطعن على الحكم اللي صادر ويلغي القرار ده في محكمة النقض. طيب، لحد ما نوصل بقى للمرحلة دي، ايه اللي هيحصل داخل مجلس الإدارة؟ مين اللي هيقود نادي الزمالك من جوه نادي الزمالك؟ هو المستشار مرتضى منصور. طب بصفته ايه؟ بدون أي صفة. هو هيبقى رئيس مجلس الإدارة زي ما هو بس، وهيحضر الاجتماعات وهيتخذ قرارات الدنيا كلها هتمشي، مرتضى منصور موجود. طيب، ده هيأثر على الفريق بأي شكل من الأشكال؟ طبعا هيأثر على الفريق بأشكال كتيرة جدا. ليه؟ انت في لعيبة انت عاوز تجدد لها، في لعيبة انت عايز تمشيها، في لعيبة انت عاوز تتعاقد معاها، في لعيبة لسه يعني ايه زي ما بيقولوا ايه تحت الاختبار، لعيبة ناشئين طالعين داخلين. فوضع النادي بدون مجلس إدارة بدون استقرار هيخوف أي صفقة إنها تيجي. يقول لك أنا أروح نادي مفيش استقرار. في الأول وفي الآخر اللعيبة بتفكر في مصلحتها أولا وأخيرا. سيبك من الانتماء ده عدى عليه زمن، ما عادش الكلام ده موجود. فاللي هو اللعيبة بتبص لمصلحتها، مصلحتي في ايه؟ انا عايز نادي مستقر، عايز في فلوسي اخدها في معادي عشان عندي التزامات وعندي. طيب، هو انتوا فاكرين ان يعني ان مجلس الإدارة دوره وهينتهي على ان احنا عندنا نماطل ونأجل في قراراتنا لحد ما نشوف، لحد ما المستشار يطعن ويرجع؟ هو ده اللي هيقدروا يعملوه، هو ده اللي هم متفقين ان هم يعملوه. طيب، على الجانب الاخر فريق الكرة بقيادة خوان كارلوس اوسيسيرو او اوسيريو زي ما بيقولوا، يعني على حسب النطق يعني. المدرب بيشتغل كويس جدا مع اللعيبة. قعد مع بعض اللعيبة، اتكلم معاهم في نواحي خططية، في نواحي فنية، في شغل أكاديميات، اللعيب بيستلم ازاي، بيوقف ازاي في الملعب، بيتحرك ازاي في الملعب. كل ده كلام جميل، كلام جميل جدا. بس عوامل النجاح يا جماعة مش مدرب بس. عوامل النجاح في أي نادي هي مش مدرب بس. عوامل النجاح في أي نادي لاستقرار مادي إداري فني. استقرار إداري، يكون في مجلس إدارة معروف وضعه إيه، صلاحياته، أدواره. تمام. المطالب المادية بتتوفر، اللي هي بتاخد مستحقاتها بشكل دوري بانتظام. استقرار فني، ان هو الناس اللي معاه في الجهاز الفني يكونوا مساعدينه بشكل كبير، يقدروا معاه ان هم يساعدوه ان هو ياخد قراراته مظبوطة، ان هم يدوله وجهة نظر مظبوطة عن اللاعبين و... ويحلل بقى بشكل كبير جدا من بتاع من حاجات، من ضمن الملاحظات اللي شافها المدرب الجديد. حاجة كنا احنا اتكلمنا عليها في كذا فيديو، والحمد لله يعني الواحد برضه بيثبت قدام نفسه ان هو برضه عنده رؤية وشايف الدنيا. هو مدير فني مستغرب جدا من التراجع البدني للعيبة كتير جدا في الملعب. بيقول ازاي الفرقة زي كده، فرقة كبيرة زي نادي الزمالك، البدني بتاعي بيقع بشكل غريب جدا. ازاي لعيبة المفروض فيها لعيبة دولية ما تقدرش تلعب 90 دقيقة؟ استغرب على مستوى بعض اللاعبين، خصوصا ان هو شاف فيديوهات وشاف ماتشات قبل ما يجي مصر، فبالتالي مكون فكرة ووجهة نظر عن بعض اللاعبين. لما جه هنا مصر وجهة النظر دي اختلفت تمام. لدرجة ان هو كان امبارح في لعيبة انه كان في دماغه ان هو هيغيرها، ولما غيرها ما اديتوش الاداء والمردود الفني اللي هو كان متوقعه، وكان مستغرب جدا، وكانت خيبة امل بمعنى اصح عنده من اللي حصل امبارح في الماتش. طيب، الحمد لله ان احنا واخدين اجازة لحد يوم التلات.
يوم التلات هيبقى ايه ماتش الاسماعيلي في تقريبا في الاسماعيلية، هيبقى ماتش الساعة 6، فتقريبا في اسماعيلية، مش متأكد بصراحة. المهم احنا عندنا وقت كافي جدا 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 ان المدرب يشتغل على بعض. طبعا ما بقولش ان هو هي اللي بتدفع من الشرق للغرب، لا، بس هيشتغل شغل فني وتمركزات مظبوطة، لان لعيبة الزمالك عندها مشكلة في التمركزات، وخاصة في لما بنلعب 4-4-2. لعيبة الزمالك، معظم لعيبة الزمالك خاصة خط الدفاع مع خط النص بيرتاح جدا في 3-5-2، بيرتاح جدا في 3-5-2. ليه؟ مش عندهم أدوار كتيرة، في 3 مدافعين، في 2 قدامهم، فبقيت 5. بتقدر تعمل كومباكت، بتقدر تقرب المسافات، تضيق الدنيا. وفي نفس الوقت المدربين اللي بيحبوا يلعبوا كرة هجومية ما بيحبوش 3-5-2. يقول لك انا العب 3-5-2 ليه؟ يعني ادافع ليه؟ انا فرقة عايز اكسب، عايز اهاجم، العب 3-5-2 ليه؟ ففي بعض اللعيبة ما عايز المدرب يلعب 3-5-2، وفي بعض اللعيبة عايز المدرب يلعب 4-4-2. مشكلة خط النص برضو حتى الآن في دماغ المدرب، هو شايفها وحاسسها. وفي نفس الوقت انا نفسي حد من يعني نفسي حد من الجهاز الفني المعاون يبص تحت على اللعيبه الناشئين، يبص تحت على اللعيبه، يطلع حد يقدر تعتمد عليه. ما بقولش ان هو ياخد من اول الماتش، يعني اكبر غلطه كان الزمالك عملها في الماتش اللي فات ان حاتم سكر بيبدا ماتش زي ده. انا ما عنديش مشكله ان انت تدي لحاتم سكر، بس تديلوش ماتش كده كامل وتحط عليه ضغوط وتحط عليه مشاكل. لعيب ناشئ المفروض يطلع يلعب في ماتش انت كسبان فيه على الاقل، يعني هو مثلا كسبان 2-0 3-0، تنزل اللعيب ده عشان يقدر يديك يلعب بثقه، ما يبقاش خايف، ما يبقاش متردد، ما يبقاش عنده مشاكل، ما يبقاش الفريق فيه مشاكل وتزود عليه مشاكلك وهمومك ويلبسها هو كناشئ بميس باص بخطأ بأي شكل من الأشكال. المطلوب مننا الفترة الجاية، احنا مفيش حل قدامنا يا جماعة. الدنيا في النادي في أسوأ حالاتها، في أسوأ حالاتها حرفيا يعني. فالمطلوب مننا ندعم الجهاز الفني، ندعم اللاعبين، لأن هما كده كده مكملين معانا لحد آخر الموسم. وندعم، يعني ندعمهم بحيث ندعمهم لنادي الزمالك. احنا مش ندعمهم عشان اشخاصهم ولا عشان هم صفاتهم ولا. احنا بندعم الناس عشان نادي الزمالك، عايزين المركب تتحرك، عايزين نعدي كده الدنيا شوية، لان احنا عندنا ماتش السوبر في شهر 5. لو انتوا مش واخدين بالكم احنا النهاردة 20/4، فكلها 10 ايام، وبعد كده 5 ايام هتسافر بقى خلاص، بقيت في الامارات عشان ماتش السوبر. فنرجو من الجماهير كلها الدعم ثم الدعم ثم الدعم عشان خاطر نادي الزمالك. بشكركم جدا، وإن شاء الله نتقابل في ظروف أحسن وأحسن من كده بكتير.